اليوم موضوعنا الصيام. هل هو مجرد جوع وعطش؟ طبعا، ما ناكل ما نشرب نتحمل، المغرب يجي ونفطر، خلصت القصة. يعني فعلياً أي حد يقدر يجوع. شو المميز؟ بالضبط، انت فاهمني، لا تعقد الموضوع، لا تحاول تغير نفسك، بس التزم بالجوع وخلاص. طيب إذا عصبت؟ إذا ضيعت وقتي؟ إذا غلطت على حد؟ غريب، كل ما أفكر هيك بحس حالي أضعف. يمكن لأنك قاعد تعطي الصيام أكبر من حجمه. لو الصيام بس جوع، ليش في ناس بعد رمضان تتغير فعلاً؟ تغير؟ مبالغة إعلامية، كل هذه الأوراق مليئة بالمبالغات، الإعلام يشوه كل شيء. سخيف. ليش الصيام يعلمنا الصبر؟ لأنك مجبور تتحمل. ليش يعلمنا التحكم بالرغبات؟ لأن الأكل ممنوع. طيب إذا قدرت أتحكم بأقوى رغبة عندي، الأكل، ليش ما أقدر أتحكم بغضبي؟ ليش ما أقدر أتحكم بلساني؟ ليش ما أقدر أتحكم بكسلي؟ استنى، أنت قاعد تحول الموضوع لتطوير ذات؟ يمكن لأنه فعلا تطوير ذات. لا، خليه بسيط، جوع يساوي أجر، انتهى. بس لو صمتت عن الأكل وما صمتت عن الغيبة، لو جعت لكن قلبي ما تغير، شو استفدت؟ باركو، أنت تخرب خطتي. الصيام تدريب، تدريب على السيطرة، تدريب على الانضباط، تدريب على أنك تقول لا لرغباتك. وأنا أمثل الرغبات؟ أنت تمثل النسخة الضعيفة مني. واضح إن الحلقة هاي ما كانت بصالحي. رسالة اليوم: لا تخلي صيامك بس امتناع عن الأكل، خلي امتناع عن كل شيء يبعدك عن نسختك الأفضل. تحدي اليوم: صم عن عادة سيئة واحدة، مش بس عن الطعام،